بما ان الليفت مال السوق وده الموسم بتاعه، تعالوا نعمل شوية الليفت دول بطريقة سهلة وبسيطة. او النبي عشان بحب المية بتاعته قوي. انت هتقولي ما انا عارفة. انا اول حاجة بغسل الليفت كويس قوي، وبعدين بنضف كده الجذور بتاعته من تحت وبقطع الديل، وبعدين هبدأ اقطعه. انا بقطع كده بالقطاعة بتاعت البطاطس اللي هي بتبقى مضلعة، يعني بتبقى شكلها حلو، ولكن ممكن تقطعوه عادي بالسكينة. انا قطعت شوية مكعبات وشوية بالطول. عندي بقى كمان البنجراية بغسلها كويس، وبرضو بقطع الراس بتاعتها، وبعدين بقطعها كده زي تقطيعة اللفت بالظبط. وكمان باخد شوية كده من العروق، لما بتخلله بيبقى طعمهم حلو، وطبعا دي أذواق. تعالوا بقى نحضر المحلول. معايا ملح خشن، وتقدروا تستبدلوه بملح ناعم عادي خالص، مفيش مشكلة. انا هضيف على 2 لتر من المية 6 معالق كبار هرميين كده من الملح، وهقلب كويس. المية دي انا كنت غلياها الاول وسايباها تبرد. بعد ما بدوب الملح كويس بضيف عليه معلقة سكر كبيرة مليانة وربع كوباية خل، وهقلب كويس. وعايزة اقول لكم المقدار اللي انا عاملاه ده ل3 كيلو لفت. المحلول كده معايا تمام. معايا البطرمان مغسول كويس، هبدأ اضيف اللفت، وطبعا معاه البنجر. هملى البطرمان بقى على الاخر كده، وهجيب بقى المحلول وهبدأ ازود لغاية الاخر. وبعد كده بقى هنغطي من فوق بشوية عروق، ونجيب كيس كده ونحطه على الوش، ونغطي بالغطا ونثبت عليه لمدة 4 5 أيام. بالظبط كده علشان يبقى باللون التحفة ده. يا سلام بقى لو تحطي لي كوباية بقى من المية دي. مفيش الكلام ده، ليه بس؟ ما أنا لما كنت. تشوفوا الاول تغزل فيه كده. ماشي. يا جمالك يا حلاوتك، أدوق بقى. دو وقول لي رأيك ايه. لا بجد طعمه جميل جدا. وبيقرمش لاخر واحدة. ممكن بقى تحطي لي كوباية مية صغيرة كده. ماشي. لا بجد تسلم ايدك. تسلم بألف هنا.